هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله ابتداء وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. ما هم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ستكون خطبتنا بإذن الله وحوله وقوته عن هذا القرآن. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. هناك دعوة قائمة دائما، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو قرأنا هذه الآية مرارا وتكرارا، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا عن هذه الحقيقة؟ أن القرآن الكريم الذي نقرأه اليوم بين أيدينا ونتلوه في صلاتنا ونتعبد به لله سبحانه وتعالى ونحفظه ونحفظه، والنبي صلى الله عليه وسلم وجه أنظار أمته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. الإمام عليه السلام يوجه المسلم إلى حقيقة اللآلئ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وأجمل وانتهاء. ما أختم خطبتي اليوم معكم سأقولها مع قلب شديد الأسف على هذه الأمة التي هجرت قرآنها والتزمت بأقوال لا تسمن ولا تغني من جوع. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بدءا وانتهاء.